كارثة صايرة في صغارنا، كارثة صايرة في صغارنا الايامات هذه خويا. وكمل الفيديو إذا عندك صغير في تونس ولا عندك أختك عندها صغير ولا أخوك، كمل الفيديو راهو كارثة صايرة، كارثة بأتم معنى الكلمة. فيديو طويل باش نحاول نلخص الماكسيموم. الايامات الاخرى فوقنا بانسان يعيش في الخليج خويا يستقطب في اطفال صغار توانسه اقل من 18 عام عن طريق التطبيق الاسود هذا التيك توك. الانسان هذا يلقى في اطفال صغار اقل من 18 عام يبعث لهم في الهدايا في اللايفات في التيك توك، ولا يجي يقول لهم اجي نشحن لك فلوس في الفري فاير، ولا يجي نشري، ما تعرف فري فاير وصغار في تونس مغرومين بالفري فاير. الانسان هذا من بعد ما يبعث لهم فلوس التوانسه هذوما الصغار يقول لهم اذا تحب نزيد نبعث لك فلوس خلي لي رقمك ولا خلي لي الفيسبوك نتاعك باش نقعد في اتصال معاك. يبعثوا له الفيسبوك نتاعهم كما تعرف الصغار على النيه نتاعهم. ومن بعد خويا تبدا الكارثه من هنا، يقول لهم اذا تحب نزيد نبعث لك فلوس اصور لي روحك من غير تريك. صغير على نيته يقول لك نصور روحي من غير تريك ونورمال عادي، ومن بعد يقول له صور روحك ما غير سروال ما غير شورت ما غير كذا. تصور خويا لا اراك الله مكروه، شيء يردد شيء خويا ما تشوفوش، شيء ما تشوفوش، شيء يدوخ. اليوم الناس اللي عندها صغار في تونس الانسان باش يحكي لي يقول لي رقابه ابويه وما رقابه ابويه، هو باش نعطيكم روح الزبده خويا ما تكسروش ريوسكم. الانسان الخليجي هذايا والناس اللي معاه صغارنا كيفاش لقاوهم في التيك توك. صغارنا اليوم متاثرين بالانواع هذه، هذا وهذا من الزوز كي تدخل لهم في اللايفات نتاعهم في الليل تلقى 80% من الناس اللي تكومنتي البروفيلات نتاعهم تاع ذراري صغار تاع اطفال صغار، مسمي روحه جيش القدار ومسمي روحه جيش الكولومبي، والاخر قال لك كان القدار والرقم الصعب وما فماش كيف في الدنيا. فاش يعمل يتسول في اللايفوات. الخليجي هذا كيفاش لقيه صغارنا اكتب في الريشارج اطفال توانسه، طلعت له باج نتاع اطفال توانسه. الخليجي هذا كي يدخل اللايفات نتاع هذا الزوز يتفرجوا فيهم 1000 و2000 يلقى العباد اللي تكومنتي اللوطه صغار في العمر، ينزل على بروفيل بطبيعته تونسي يتفرج في تونسي سي نورمال لوجيكمون، يلقى الانسان هذاك اخويا في التصويره نتاعو باين يعني اقل من 18 عام. ومن هنا تبدا الرحله. يعني اليوم باش نقول رقابه ابويه، اليوم نقول الدوله وين موجوده في التطبيق الاسود هذا. صغارنا متاثرين خويا بالملاقيت هذا من الزوز وغيرهم متاثرين بهم خويا. اليوم صغير كي يشوف والديه تعبين يخدموا في المرمى وما عندهمش فلوس، ويشوف الكبول هذا واللي تحته يشوفهم هذا من الزوز ما شاري كرهبه وشاري دار من فلوس التسول، فلوس السهله، فلوس ما همش تعبين عليها. اليوم الصغار تبدلت النظره نتاعهم للحياه. يقول لك انا يا خويا علاش قاري، علاش نعمل فورماسيون، علاش في الصيف نعمل في انشطه، علاش مش نلعب شطرنج، علاش نمشي لدار ثقافه، علاش نعمل كشافه كما كنا احنا نعملوا صغار. يقول لك نمشي نحل اللايف ونتسول، ويجيب ال50 وال200 دينار وال200 دينار لبوه، يجيب ال50 وال200 دينار وال200 دينار لبوه، وبوه ما يقول وي عايش ولدي صحيت برافو واصل، ما يقولوش منين جاوك الفلوس. ولده فاش يعمل يبعث في تصاوره عريان للانسان هذا اللي عايش في الخليج اللي معاه شبكه نتاع بيدوفولي، ما كلمه ما نحبش ننطقها وما نعرفش ننطقها. اليوم صغيرك حتى كي جيت تبربش له التليفون نتاعو عادي يفسخ الميسنجر وما تلقاش عنده ميسنجر، ومن بعد انت كي تسيب التليفون يرجع يصب الميسنجر ويرجع يحكي مع السيد هذايا. اليوم صغيرك اللي انت نورمالمون تعلموا نشاط ولا تعلموا حكايه في الصيف قاعد يتفرج لك في الكببل هذوما ويكبسلهم ويعملهم في تصاميم وتصاور ودنيا وكذا. يي وينكم؟ تي ماكو قلتوا حسدتوهم، علاش باش نحسدوهم على التسول نتاعهم، على تاثيرهم السلبي على صغارنا؟ يا ناس الخليجي اللي فوقنا بيه عنده نهارين وثلاثة ايام راهو اكثر من 1000 صغير في الحكايه، اكثر من آلاف الصغار موجوده في الحكايه. رانا مانيش نحكي على 10 ولا 5 ويهدد فيهم بتصاور، والصغار خايفين ما يحبوش يحكيوا، والسيد وتحته شبكه كبيره نتاع عباد تخدم معاه ديجا في تونس. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ رقابه ابويه. كي تراقبوا صغيرك من الصباح لليل. صغيرك اليوم انت بطبيعتك ما عندكش فلوس ويدخل للتيك توك ويشوف الناس هذه تعمل في فلوس، صغيرك يقولش بيني ما نعملش فلوس كيفهم، الفلوس السهله، خاطر انت ما تربيش صغيرك في الصيف باش يمشي يعمل نشاط، باش يمشي يعمل حكايه يتعلمها تنفعه. نو تقول له هو تيك توك وبرا ادخل اتفرج على روحك وشنو هوكا ولدي في الدار وجو مريقه. يا اخي ما عادش نحب اني ميديات تتحرك، نحب الامن في تونس، الدوله تتحرك تحاسب الناس هذوما، الناس اللي قاعدين ياثرونا على صغارنا. اخويا
الى متى يا صاحبي؟ كل مره كارثه، المره اللي فات واحد في ايطاليا، المره ذي واحد في الخليج. الى متى اخويا العزيز؟ يعني غدوه في الخليج ياخذ طياره ويجي يقابل صغيرك في تونس باش تفيق بيه؟ والله ورب العزه لا تفيق بيه صغيرك، ويمشي ويقابل الخليج ويصير ما يصير. الله لا يقدر خويا، برا تفقد صغيرك. أنا ما عادش نجم نتكلم خويا العزيز، رفع القلم، جف اللسان. إن شاء الله الدولة تشوف الفيديو، ولا إن شاء الله واحد في الدولة خويا يتحرك يحاسب الناس هذوما قبل ما يحاسب الناس اللي خادمة بيهم، خاطر هذوما اللي قاعدين يأثرونا على صغارنا، وهذوما هما سبب الهم.